ضيفنا اليوم غني عن التعريف، بيعرفوه كل شخص شاف صحف، مجلات، مسرح، سينما، تلفزيون وإعلانات في آخر 30 سنة، وفي آخر كم سنة بيعرفوه كل ولد صغير هون وفي العالم العربي والعالم بيعرف يفوت على اليوتيوب. أسامة مصري، أهلا فيك في الباك ستيج. أهلا فيك. أهلا فيك أسامة. يا باشا. طلع أسامة، مسيرتك الفنية كتير طويلة ومتنوعة كتير، فرح نعمل معك كالعادة لعبة لذيذة اللي نوقف عند محطات بمسيرتك عن طريق صور معينة. بس قبل ما نبلش هاي اللعبة اللذيذة بدنا نبلش من الآخر. طيب رح نبلش من فوزي موزي. فوزي موزي وتوتي هو من أهم المشاريع الفنية الموجودة في بلادنا، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ملايين المشاهدات، عروض في العالم، هنا بفلسطين، بالأردن، بأوروبا، وبالآخر في كمان دبلجات للغة الإسبانية. إسبانية وإنجليزية. والإنجليزية، احكي لنا عنه. المشروع هو بلش تقريبا قبل 8 أو 9 سنين، ما كان بهذا الضخامة وهي الفخامة. كان مجرد إنه فوزي بده يعمل تفعيل للأطفال، برود تفعيلية، فالتجأ لإلي، بالأحرى التجأ لتلفزيون ميكس، كان متذكرين كان طبعا تلفزيون ميكس. فسميناه فوزي موزي، ما كان اسمه فوزي موزي، كان اسمه فوزي سعيد. وكتبت له بهذاك الفترة أكم غناي. الغناية الأولى طبعا اللي هي لازم يكره الأسلوب عشان الناس يمسك اللبق، اللي هو أنا مش فوزي موزي، أنا فوزي وبس. بعدين بابا جاب لي كلبي، بعدين عندي سلحفاة. هاي أول 3 غناية كتبناها. بعدين طلب مني، ما نجحش المشروع في التلفزيون، انه اكمل الغناني. عملنا السي دي الاول. بالبدايه لما بديته ما نجحش الاشي بالتلفزيون. ما نجحش. ليش ما نجحش؟ لانه ما لقينا الاطار كيف نعمله بالضبط. هو كان زي كيف اليوم بيحضروا لي اولاد، ولا كان باسلوب ثاني؟ كل وقت بيحضروا لي اولاد. بس قصدي كيف اسا عم بيطلع مسرحيه مع غناني وهيك، ولا كان شيء كان يعمل يطلع يعمل غناني ويعمل تنشيط تفعيل للاطفال. ارفعوا ايديكم وغنوا، يعملوا هيك شغلات من النوع. الاولاد يحبوا هاي الشغلات، بس ما كان فوزي موزي. كان فوزي المهرج. انا عارف شو. يعني انت في البدايه كنت معاه من البدايات، وانت كنت تكتب له الاغاني طبعا. بس وين انضميت للتمثيل معه؟ لحد اليوم اول شيء بكتب له، يعني أيوة. بكتب له اغاني، كل الاغاني اللي عنده تقريبا. انت بتمثل معه كمان؟ بكتب الاغاني وبكتب المشاهد وبخرج وبمثل. كل هذا مع فوزي موزي. مع فوزي موزي. واليوم وصل ارقام شوي خياليه. ايوه. اللي هي 1,500 مليون تقريبا. العالم العربي احنا الاوائل، وهون طبعا احنا الاوائل. انطلق الاشي وهالقد صار عليه مشاهدات. اول شيء فوزي كتير نشيط وذكي، ويعني بيلاحق الاشياء وين وبيطور. استعمل الذكاء تاعه؟ وين كيف؟ يعني في ناس طبعا، وطبعا اختار الناس الصحيح اللي يشتغلوا معه. واحد منهم هو انا. بكل تواضع يعني طبعا. يعني واحد مثلا بحكي لي، هو بيقول لي كنت بالاردن، بيقول لي مين اللي كتب لك مشهد الحمار للبيع؟ واحد عبقري. مين هذا؟ مين؟ هو انا. ايوه. يعني باختصار حق الناس، الاطفال ويمكن الكبار كمان حابين الفكره اللي هو عم بيطرحها من خلال الاغاني والتمثيل طبعا المسرحيه. حلو. السر كمان طبعا، لو لكم السر الحقيقي، يعني انه هذا بيطلب مني، يعني انه احنا ممنوع نكون موجهين، يعني ممنوع نكون ابو او ام او استاذ او معلمين، لانه الولد مش ناقصه. يعني عملياته شو دوركم؟ احنا دورنا، احنا يمكن ياخذ اشياء منيحه عن طريقنا بالغلط يعني. بس احنا ما بنكرس انه نوجه بالغلط ياخذ اشياء منيحه. يعني انت بتقصدش تعطيه القيم اللي بيجي بعطيه اياها ابوه او استاذه او معلمته. انت مجرد ما عم بترفه يعني الولد. يعني اعطيني اي ولد اليوم، هسه لو انا بطلع اجى ولد خايف تماما، اول شيء بحكيش معه عن هاي الاشياء كلها. يمكن نلعب، يمكن نكسر لكم الطاوله، يمكن يعملوا هيك نعمل هيك. انا انت يمكن بتكسبوا هيك للولد، ما بعرف، اما هيك انا بحب، لانه الولد اللي عندي شغال دائما. تعطوه زاويه ترفيه معينه للولد. ترفيه وبالغلط بيتوجه امراض. حلو. اما مش التوجيه. بس فيش عندكم انتم هذا الهدف انكم توجهوا؟ مش الاشياء الاهداف بالاول. لا العكس، احنا لانه هاي السيره الاهالي مرات ممكن توجه لكم رسائل اللي هي تنتقد او تقول لكم ليه مش عم بتوجهوا
يعني من خلال برنامجكم رساله معينه اللي تطلب ممكن قصدك تطلب، تقدر تطلب، بس احنا مش شغلتنا هاي. الاستاذ ليش باخذ مصاري؟ المعلمه ليه بتاخذ مصاري؟ الاب والام اللي هن مع ان هاي شغلتين. بس في ممكن واحد عن طريق الترفيه كمان زي كيف بالستاند اب نفس الشيء. ممكن انا ما لغيت، ما قلت لك احتمال وبالغلط وبالصدفه. لا قصدي ليه بيكونش مقصود. لا بس لما يكون مقصود الولد مش هيحبنا ومش هيصير هاي الارقام. هذا يمكن هو السر، ما هو حكى هذا هو السر. يعني هذا السر مش هيحبنا. انتوا عن جد وصلتوا لنجاح اللي بينفعش ينوصف حتى من اشي هالقد محلي وصار عالمي. كيف ممكن نفس هذا النجاح اشي اللي هو كمان مصور بس مش للاولاد الصغار يوصل لدرجات النجاح هاي؟ ايش فكرتكم؟ للكبار يعني. للكبار ايش ممكن نتعلم يعني من هاي التجربه اللي انتوا هالقد قدرتوا تحققوها؟ شوف انا مره كنت في محاضره ليوسف شاهين المصري مخرج الراحل، وواحد من الجمهور ساله قال له يا اخي افلامك اللي هالقد يعني بتمشيش بالسينما، وافلام الشباب الهابطه بقول له بتمشي مين ستريم. هيك بقول له الشبابيه الهابطه. فبقول رد عليه شاهين قال له اول شيء ما تقولش هابطه، احنا لازم انا كيوسف شاهين لازم اروح على السينما واحضر واتعلم شو السر اللي خلاني ينجحوا اكثر مني. مع انه هو يعني ابو المهرجان الوحيد اللي كان يفوت المهرجانات الدوليه في مصر يعني. يلا اسامه، هسه احنا بدنا ننتقل لصور، رح نعرض عليك صور من حياتك ومسيرتك الفنيه. بقبل. وانت بدك تعلق تعليق اكثر ايش بدك على الصوره. نبدا مع اول صوره. ليش اهل عكا اصحاب نكته؟ ترى وانا كمان صاحب نكته. ما هو طلع كيف هي بعرفش ليش ان السر هذا هن بيشبهوا المصاري بشوي. بالضبط عندهم هيك خفة دم بلكي؟ خفة دم كثير. دم انا كمان هذيك المره قالوا لي ما فيش عندك دم. هيك حكوا لي. لا هاي ما خصهاش بخفة الدم. خصها؟ لا هي شيء ثاني بفهمك عليها بعدين. حياة ابوك كلهم شو اظناش بعدين انا هيك فكرت. ف هن بيسحبوا يعني من تحت الاباط طلعوا لك بتطلع النكته يمكن بطريقه يعني على المحل تلقائيه هيك عشوائيه. وصارت زي تقول ما بعرفش كيف بلشت، اما صارت عدوى بيشبهوا كثير المصاروي. انا بحب اتعامل معهم انا من هناك يعني. مش بهاي القدرات تبعتي، انا هن اكثر مني قادرين بالنكته، لكن انا من اساسي من الغد فعندي هاي يلا ننتقل للصوره اللي بعدها. يلا شو كنت تحكي هون انت ودريد لحام؟ وين كانت هاي الصوره؟ هذه في القاهره بسنه ال90. انا رحت في ال90 اتعلم مسرح، ما قبلونيش لانه معي باسبور اسرائيلي، فرحت اتعلمت سيناريو افلام اللي اليوم انا بشتغلها يعني. وعشان امول دراستي كنت اشتغل صحفي مراسل لجريدة الاتحاد، وكان اول صحفي عربي في دولة عربية، وكان مهرجان الدولي لسينما الاطفال، وكان في فيلم كفرون عرضوا أول افتتاح يعني. فكان كل الطاقم كانت طبر مادلين طبر، كان سان تحسين بيك، كانوا كلهم قبلت معهم كلهم. فانا قمت في الدور الثاني هون اللي انا صحفي يعني بعمل معه لقاء. واقول لكم الصراحه انا متمرس في اللقاءات الصحفية. أول مرة برفع كان في كاسة هيك وأروج فنان عملاق دريد لحام. لا إنه كان مش أي حدا. شفت أنا كمان عمالقة بس هذا شوي يعني. وإذا بدنا نيجي نحكي على خفة الدم والنغاشة هون قبل أكثر من 10 سنين أسست تفانين. صح. ونوعا ما انه كانت انباء بتقدم خدمه للفنانين. فليش فكرت بهذا المشروع؟ اللي صار هيك لما رجعت من مصر واشتغلت في الصحافه، كنت انا اول مره بشتغل بالصحافه يعني. انا كنت اشتغل بالصحيفه بس مش صحفي، كنت انا مصمم من جرافيك وكاريكاتير، رسام كاريكاتير بالاساس. كنت رسم كاريكاتير طبعا، على اساس جابوني ما اقول لك كيف فت على الاتحاد. هذا المبدا يعني. لما كنت ارسم من كاريكاتير كنت جرسون سنة 83، فعملوا جريدة الاتحاد يومية. إميل حبيبي قال بدنا نجيب كل المتخصصين في الصحافة، فجابوا كل شيء ضلنا رسام كاريكاتير. فقالوا لي في واحد بعكا اللي هو أهله بجديدة إلى آخره هيك. كنت راسم كاريكاتيرات كبيرة هيك على الحيطان،
المظاهرات لا شيء هيك. فقالوا لي جيب معك عمل. رحت جبت له هاي، ابعتني على الحيطان وجبت له فرجيت له امير حبيبي. بقول لي انت ذكي؟ قلت له انا عكاوي. قال لي انقبلت. صدقني انا جرافيك، بعدين تعلمت الجرافيك هناك عنده. عشان عكاوي ولا ذكي انقبلت؟ ما بعرف ايش. المهم كنت ارسم كاريكاتير وكنت كذا، وكنت اصحح امرات لناجل علي لانه كان يبعث لنا مباشره ويعطوني احكي معه انه انا بدي اعدل فيها للرسم، لانه انا بعرف ازيف، بعرف ازيف امضيات، بعرف لانه رسام مش انتبهوا يا جماعه. فكان يعطوني احكي معه انه بدنا نغير، اعملوا اللي بدكم اياه انتم حرين. يقولنا ناجل علي في كاريكاتيرات هسه بالكتب اللي جمعوها من جريده الاتحاد مش اصليه اللي انا مزورها. ايوه من جد تحكي بالصدفه. اعترافات. ما هسه هذه هاي سكوب، بدي اعطيك سكوب. شو بتقال له اليوم؟ هاي اللي معي هذا ممثل اسمه جاي الحنان، بتعرفوه يمكن. جاي الحنان ممثل بيحكي عربي منيح. واحد من اهله من ماتوا في تفجير لواحد فلسطيني، وتحولوا كل العيله لسوريين وصاروا يحكوا عربي، وهو مذيع وممثل. وهذا كنا عم نصور فيلم جرافادا، فيلم سينمائي. شو العلاقه بينك وبين هاي الصوره؟ شو غير انكم شربين اثنيناتكم من عالم المسرح. شو حسن علاء الدين اللي هو مات فقير مسكين، مع انه كان يقدم مسرحيات للكبار وللصغار، وعمل موليير وعمل كثير اشياء. وانا كنت متاثر فيه كثير ككاركتر. فاول بدايتي كان الشوارب اكثر. بتذكر كنت احب هيك نوع الشوارب كانوا. بعدين صرت اتفنن فيه كل يوم. اليوم انا علقان بهاي السكسوكه لفتره، في لها كل فتره في سبب لوك معين، في لها سبب. لا هو عنده اسباب مختلفه عن الاسباب الناجمه من الموضه. انا جربتها. رحت كان في فيلم عم بيصوروه هسه حاليا في عكا عن حياه فوز النمر، دراما بس مش يعني قصه. فاخذت انا دور هناك، وراح المخرج شافني قال لي ايه حلوه هاي الدقن، خليك ملائمه للدور. خليت عبين ما اخلص، انا مجبور اضلها عبين ما اخلص الفيلم. المخرج علي اسدي من عكا. حلو، معدل يعني ما فيش شك. معدل هذا ابن عمي. وده انا لا بتكتر من هاي الصور على الفيسبوك. هاي في انا شيء بداخلي فيمينيست. اللي هو اللي مش شعاراتي. غالبا الفيمينيستيم والفيمينيستيات بالاساس الاناث يعني. ايوه يدعون الشيء وهم مش هيك، هن مش حقيقي، وبكون عندنا شيء مشكله مع شيء زلمه ادحلن ولا مش عارف شو. انت اللي عامل الطبخه هون؟ طبعا. طبعا مش بس هاي، بعمل كثير طبخات. طب على سيرة الطبخات، انت شو محضر لنا هيك طبخات بعالم المسرح عن قريب او كل عالم الفن؟ في عن طبخة طازة. في كثير اشياء. اليوم انا عم بحضر كمان مشروع يوتيوب مع ناس ثانيين. طبعا للاطفال كمان. طبعا حكي بكير عنه. وفي كمان عم بحضر لشيء الي شخصي. ايوه تكون قناه الي كمان على النار. عم بكتب كمان مشروع لمسرحيه بالتعاون مع دار المعلمين العرب، اللي هو يكون يعلم، يعني المسرحيه هي بس للمعلمين. يا عمال العالم اتحدوا. شو انت اعطيت للاتحاد وشو الاتحاد اعطاك؟ هاي الاحتفال بال 83 باليوميه. الاتحاد اكثر اعطتني، مش انا اعطيته. لا واحد يحكي ضميره. انا لانه ايش اعطتك الاتحاد؟ الاتحاد اول شيء اشتغلت 20 سنه متواصله يوم اتحاد يومي. وانت قلت لنا انك فتت انك كاريكاتير كرسام، وهيك اللي استمر الاشي ولا بعدين بسنه 90. بقول لك ب 83 انا فتت. ايوه بال 90 التحول هذا لما رحت على القاهره وطلبت اني اشتغل صحفي، قالوا لي اوكي. تعلمت اعلام بالقاهره؟ ما تعلمت اعلام، تعلمت سيناريو. اوكي، سيناريو افلام. اسمك أسامة مصري وانت رحت تتعلم بمصر. ليش مصر؟ ليش مصر؟ اول شيء احنا جيلنا يعني واللي قبلي اغلبه كان عندنا ثقافه مصريه. تربينا على جمال عبد الناصر، على من وراء التلفزيون والسينما، عبد الحليم.
طبعا حسب الجيل، في اجيال مثلا ام كلثوم، بعدين في جيل فريد اللون اللي بندب وببكوا بتاع صح. فانت عشان هيك جذبتك انا اكثر كان عبد الحليم، احنا هيك تعرف خلاني وعبد الناصر وهذاك ابنه أيوة. مدلل والى اخره. وشو انطباعك؟ انا اول شيء ثقافتي مصريه يعني حقيقي كقراءه وكهذه كثير، انا بقرا شيء مصري وروسي. تتكلم المصري كده ولا؟ طبعا بتكلم مصري كويس جدا طبعا، بس بحبش لان اكتشفت هناك انه اذا بتحكي فلسطيني بحبوك اكثر. الاشي مستمر لليوم. بس شو علاقتك اليوم مع مسرحية؟ ايش بدي اقول لك كيف بلش، لانه هذا شيء شوي غريب. كنت اشتغل بمسرح الكرمة حيفا، كثير عملي أسامة زي ما انت قلت. فاقنعتن انه نعمل المهرجان الاول، كان في 92 وشارك فيه كنا او 8 مسرحيات او 7. بعدين عملنا ب 93، بعدين وقف الكرمة، بدنش يشتغلوا لانه هذا زيادة شغل عليهم وهن بيقبضوش الزيادة، فبدنش يشتغلوا. وقف لسنة 2001. طلبوا مني انه ننقل العكا بعكا، من 2001 لحد اليوم هو شغال. مؤخرا خضت تجربة التعليم. هاي هدول معلمين كيف انه احنا بنعلم كيف يعلموا الاولاد بطريقه مختلفه، غيروا اسلوبهم في التعليم. وانا بنفس الوقت عم بعلم في دار المعلمين اليوم قسم المسرح اللي هو 3 سنين عندنا هناك، بعلم ستاند اب وقصاص، يعني كيف تحكي القصه. حلو. في الطرق يعني تختلف عن كان يا مكان يلا تعال نحكي في هيك، هاي واحدة منن لا طريقة، بس في كمان طرق اللي هي جذابة أكثر. أسامة بحب أشكرك حبيبي وأقول لك إنك أنت سفير بكل المجالات. أنا أبو السفير. أنت سفير وأبو السفير. عكا خي عكا. فنان مع تجربة كبيرة، فنان مع ثقافة كبيرة تجارب عديدة وناجحة جدا. استمتعت على فكرة. شكرا كثير أسامة، يعطيك العافية، وإن شاء الله بنشوفك كمان عن قريب بأعمال جديدة. افتح اليوتيوب. ملعب حبيب قلبي، شكرا لكم. شكرا.